تلخيص فيلمنا النهاردة بيبدأ بشجرة سحرية اسمها شجرة دموع القمر، واللي بتكون موجودة في غابات الأمازون، واللي ورقة واحدة منها تقدر تعالج أي مرض وتفك اللعنات. وعلى مر العصور خرجت بعثات مستكشفين عشان يلاقوا الشجرة دي، وكانت أشهر بعثة هي بعثة اللورد أجيري، واللي كان عايز يلاقي مفتاح الشجرة واللي معروف براس السهم المقدس. ولكن الغابة كانت رافضة وجوده وقتلت معظم رجالته، وبعثته فشلت إنها تلاقي الشجرة دي. وحراس الغابة اللي كانوا بيحرسوا الشجرة ساعتها بيلاقوا أغيري ورجالته وبيعالجوهم باستخدام ورقة الشجرة. وأغيري عشان ياخد راس السهم بيقتل زعيم القرية وكل الموجودين فيها، وقبل ما الزعيم يموت بيرمي على أغيري ورجالته لعنة إنهم ما يقدروش يتحركوا من جنب نهر الأمازون. وبنرجع لسنة 1960 لماك هاوتن وهو بيشرح تاريخ شجرة دموع القمر قدام جمعية علماء بريطانيا عشان يقنعهم يقولوا رحلة للبحث عن الشجرة، وإنهم لو لقوها يقدروا يشفوا البشر من أمراضهم. وبعدها بتظهر أخته ليلي، واللي بتكون بتحاول تسرق مفتاح شجرة مقدسة، وبتكون حاولت أكتر من مرة تقنع المجلس يديها المفتاح ويمول بحثها، بس بيرفضوا عشان هي أنثى. وبتقدر تخدع المجلس وبتخلي أخوها يشغلهم بخطابه، وبتروح هي تسرق السهم المقدس اللي هو مفتاح الشجرة، وبتقدر بالفعل تلاقيه وتسرقه. ولكن بيظهر شخص جاي مع واحد من المسؤولين عشان يشتري السهم المقدس منه، وبيكون اسمه الأمير يواخم. وليلي بتحاول تهرب من الشباك بس بتفشل وبتتعلق، والأمير يواخم بيطلب منها المفتاح بس هي بتنط في الشارع وبتهرب بالمفتاح، وبتقرر تروح البرازيل. وبعدين بيروح لغابات الأمازون لفرانك اللي بيكون عنده مركب بياخد فيه السياح حوالين الغابة، ويكون فرانك نصاب بيخدعهم عشان ياخد منهم فلوس أكتر. بيجيله نيلو صاحب المراكب وبياخد منه مفتاح مركبه، وبيقوله مش هيرجعوله غير ما يدفع تمن المحرك. وبتوصل ليلي واللي بتدور على نيلو عشان تأجر منه مركب، ويكون فرانك بيراقب نيلو عشان ياخد مفتاحه تاني، وبيستنى اما نيلو يخرج من مكتبه عشان يخش يسرقه تاني. وليلو بتجيله وتفكره نيلو تطلب تقابله، وفرانك بيكدب عليها ويقول لها ان هو نيلو وانها تجيله بعدين. وهي اول ما بتعرض عليه فلوس بيفتح لها الباب، وهي بتطلب منه ان هو يوصلها لمنطقه اسمها لاجراماس دي كريتسال. وفرانك بيحذرها بيقول لها ان المكان ده خطير جدا، وهي بتصر وبتزود المبلغ اللي هتديهوله، وهو بيوافق. ولحظتها بيظهر اخوها مع نيلو، واللي بتفهم ان فرانك كان بيضحك عليها وتزعله وبتمشي. وقبل ما تمشي فرانك بيلاحظ ان السهم المقدس في رقبتها، ووقفها فرانك ويقول لها ان هو الوحيد اللي يقدر يوصلها المكان اللي هي عايزاه. وفجأة بيظهر نمر وبيرعب كل الموجودين، وبيقدر فرانك يضربه ويخليه يجري بره المكان. وتوافق ليلي ان فرانك يوصلهم لانه شكله قوي، ويتشغل فرانك وماك بسبب شنط ماك كتير. ماك بيتخانق معاه لانه رمى معظم شنطه في الميه، وفرانك بيقول له ان هو معظمها ملهاش لازمه. في نفس الوقت بتظهر عصابه تبع الامير يواخم وبتحاول تخطف ليلي، وفرانك بيلاحظ ويروح يساعدها، ويروح يركبوا المركب عشان يمشوا ويهربوا. وبعدها بيظهر امير يواخم بغواصه وبيضرب عليهم صاروخ، ويقدروا يطفوا الصاروخ ده وبيقدروا يهربوا منه ويبدأوا رحلتهم. وماك بيقول لهم ان هو هيخش ينام، وفرانك بيطلب منه ينام في اي حته الا اوضته. وليلي بتقعد تحكي لفرانك عن اسطوره الشجره، وفرانك بيقول لها ان دي مجرد اساطير. في اللحظه دي بيظهر ماك وهو بيجري من النمر، وفرانك بيوقف النمر. وليلي بتعرف انه نفس النمر اللي هجم عليهم في الحانه، وبتعرف ان النمر ده هو حيوان فرانك الاليف، وان فرانك كدب عليهم، وبتسيبه تخش تنام. وبيروح الامير يواخم للحفره اللي محبوس فيها غيري، ووصل لهم ميه الامازون للحفره، فبيتحرروا من الحفره. بيتفق معاهم ان هم يجيبوا له راس السهم مقابل ان هو يحرره. والصبح بيوصلوا لطريق مقسوم نصين، وفرانك بيكون عايز ياخد الطريق الأأمن، وليلي بتكون عايز تاخد الطريق الأخطر عشان يوصلوا المكان بسرعة. وفرانك بيحذرها ان الطريق خطر جدا ومليان منحدرات، ولكن هي بتصر، ففرانك بيوافق على طلبها ويبدأوا يتحركوا ناحية الطريق الخطر. يكون فرانك مركز مع السهم اللي في رقبة ليلي. يوصلوا بعدها للمنحدرات المائية، وبتكون خطيرة زي ما فرانك قال لهم. بيقول لهم لو معاهم حاجات غالية يعينوها تحت، فليلي بتدي راس السهم لماك عشان يخليها معاه. وفرانك بيشوفهم وبيطلب من النمر ان هو يسرقها، بس بيفشل لما بيلاقي ازازة خمرة فبيشربها وبيسكر. وبتبدأ المنحدرات المائية تسحب المركب، وبيكونوا هيقعوا من فوق الشلال، بس فرانك بيقدر ينقذهم ويبعد عنه. وبينزل فرانك وماك عشان يجيبوا حطب، وليلي بتكون بتصور بكاميرتها وتشوف أوضة فرانك
وبتقرر تدخلها وبتلاقي خرايط زي اللي معاها، وبتعرف إن هو كمان كان بيدور على الشجرة المقدسة. وهو بيشوفها بتقوله إن هو كذاب، وهو بيقول لها إن هو دور على الشجرة من زمان وبطل يدور عليها ما فشل. وفجأة ماك بيتضرب بسهم مخدر، وبعدها فرانك وليلي هما كانوا بيتخدروا. هما بيفوقوا بيلاقوا قبيلة من السكان الأصليين خطفتهم، ويبدأ فرانك يترجم لهم. والقبيلة بتكون عايزة تاخد الراس السهم من ليلي، لكن ليلي بترفض وبتقدر تفك نفسها وبتهجم عليهم. ولكن بيطلع ده كله نصابين من القبيلة، والقبيلة دي فرانك بيتفق معاهم على المسرحية دي عشان يقدر ياخد فلوس أكتر من السياح. وبتطلب ليلي المساعدة من رئيسة القبيلة، وبتترجم لها الكلام الموجود على راس السهم المقدس، وبتقول لها إن الشجرة مش موجودة في منطقة كريستال، ولكن موجودة في منطقة اسمها لالونا، وده مكان بعيد عنهم بمقدار 3 أيام. وتروح ليلي لفرانك وبترميله فلوسه، وتقوله إنها مش محتاجة مساعدته تاني لأنه شخص مخادع. وفرانك بيقول لها إن الخبا خطر عليها ومش هتقدر توصل للمكان من غيره. وساعتها بيهجم عليهم أغيري ورجالته عشان ياخدوا راس السهم منهم، وبيقتلوا عدد كبير من القبيلة وبيسرقوا راس السهم من ليلي. وفرانك بيروح يرجعه، ولكن أغيري بيطعنه بالسيف وبيقع فرانك في النهر وبيرمي راس السهم لليلي. وليلي بتفكر إن هو خلاص مات وبتقدر ليلي تهرب منه، وأغيري بيوصل لها بس مبيعرفش يمسكها لأنهم بعدوا عن النهر، والنهر بيسحبهم تاني. ويبعتوا رسالة لأمير واخم عن طريق النحل يقولوله فيها عن مكان ليلي. والصبح ليلي وماك بيلاقوا فرانك واللي بيكون لسه عايش، وهما بيكونوا مستغربين. وبيصحى فرانك وهما بيخافوا جدا اما بيلاقوا السيف لسه مغروس في ظهره. وفرانك بيقول لهم ان هو اسمه فرانسيسكو وان عمره 400 سنه، وبيطلب منهم ان هم يشيلوا السيف من صدره. وفعلا ليلي بتقدر تشيل السيف من صدره، بتطلب من ماك ان هو يستناهم مع القبيله لحد ما يوصلوا للشجره ويرجعوا له عشان هو مصاب. والامير واخد بيعرف مكانهم من النحل. وفرانك بيحكي لليلي قصته ان ابوه كان مساعد ابو غيري، وانما ابوه مات ابو غيري بياخده ويربيه مع غيري، ويبقوا هما الاتنين صحاب. وبعد فتره بيخلف اغيري بنت، وبتمرض البنت دي مرض شديد، ويروح أغيري يدور على الشجرة عشان يعالج بنته. وأثناء رحلتهم بيموت كتير منهم، وهما بيتصابوا بياخدهم حراس الغابة وبيعالجوهم. وما أغيري بيطلب منهم راس السهم عشان يوصل للشجرة المقدسة بيرفضوا، فأغيري بيقرر يقتلهم كلهم وياخد منهم الراس. وقبل ما يموت زعيم القرية بيلعنهم بلعنة إن هم ميقدروش يبعدوا عن النهر وإلا هيتحولوا لأحجار. وفرانك بيكون غدر بأغيري، فأغيري ورجالته بيطاردوه وهو بيخدعهم ووقعهم في حفرة بعيد عن النهر ويتحجروا بعدها. وليلي بتسأله هو ازاي قدر يقضي الوقت ده كله لوحده، وهو بيقول لها ان هو قدر يبني المدينة دي وبعدين صنع مركبة عشان يدور على شجرة دموع القمر. بعدها فشل ويأس، ومن ساعتها اشتغل مرشد سياحي للناس في الأماكن القريبة من النهر. وساعتها بيخطف يواكيم ماك وبيقول له ان هو ما قالوش على مكان ليلي وفرانك يقتل كل سكان القبيلة اللي استقبلته. وماك بيوافق وبيقول له على مكانه. وفرانك وليلي بيوصلوا لمكان البوابة تحت النهر، وفرانك بيطلب من ليلي انها تنزل تخش البوابة لانها رفيعة وتقدر تعدي منها، لكن هو جسمه ضخم ومش قادر يخش. وليلي بتقوله انها بتعرفش تعوم وبتخاف من المية، وفرانك بياخدها وبينزل معاها. وفعلا بتنزل ليلي بتقدر تفتح البوابة، ولكن بيغمى عليها بسبب نقص الاكسجين. وفرانك بيقدر ينقذها، وبعدها بتظهر المدينة مخفية تحت المية. وفرانك بيقول لليلي ان هو محتاج ورقة واحدة بس من الشجرة عشان يفك لعنته ويقدر يموت. وليلي بتقوله ان هو مش لازم يموت، وان هو يقدر يعيش، وان هو ممكن يحب شخص ويفضل عايش عشانه. وفي وقتها بيوصل امير واخم ويكون ماسك ماك، ويمسكوا ليلي وفرانك وبياخدوا منهم راس السهم ويخلوا فرانك يوصلهم لحد جوه المركب بتاعه. وفرانك بيقول لواخم ان هو الوحيد اللي يقدر يفعل الشجرة، وان هو هيعمل كده هو مقابل ورقة من الشجرة، وان هو كمان يسيب ليلي وماك اخوها. ويوافق واخم ويروحوا المكان بوابة الشجرة، وبيحاول فرانك يفعل الشجرة بس بيفشل. فبيطلب مساعدة ليلي، بس ليلي بتشترط على الأمير إنها هي كمان تاخد ورقة من الشجرة. والأمير بيقول لهم إن هو هيديهم هما الاتنين ورقة واحدة بس وهم يتصرفوا. وفرانك بيقول لليلي إنها عشان تاخد ورقته لازم تقتله. وهنا ليلي بتفهم كلامه وخطته، وتفتكر كلام قائدة القبيلة إنها لازم تكسر السهم. فبتكسره وبتلاقي جواه جوهرة، وفعلا بيحط الجوهرة مكان وراس السهم مكان تاني. بيقدروا يفعلوا الشجرة. وبعدها ليلي بتضرب فرانك بالمسدس وبيقع في النهر. بيفكر الأمير إن هو مات، وبعدها بيطلع فرانك للمركب
ويضرب رجالة الأمير يواخم وبيحرر ماك. وبتجري ليلي من يواخم عشان تلحق تاخد ورقة من الشجرة قبل ما الشجرة كلها تموت، لأن القمر بدأ يختفي. وبتلحق ليلي تاخد آخر ورقة من الشجرة وبترميها لفرانك. ويوصل أغيري ورجالته ويمسكوا الأمير يواخم، ويكونوا عارفين إن هو كداب وإنه مش كان هيديهم من ورق الشجر وإن هو كان بيستغلهم بس. وبيحاولوا يمسكوا ليلي لأنهم فكروا الورقة معاه، ولكن فرانك بيقول لهم إن الورقة معاه هو. فبيسيبوا ليلي وبيجروا ورا فرانك، ويسيب فرانك الورقة مع ماك يقول لليلي إن هو بيحبها. وينزل رجالة أغيري وينطوا على المركب ويضربوا فرانك، وفرانك يبدأ يحاربهم بس بيكون عندهم قدرة شفاء. وغيري بيجي ياخد الورقة منه بيكتشف إنها مش معاه، وفرانك بيكون ضحك عليهم وبيدمر المركب في السد بتاع المية، ومية النهر بتختفي من المكان وكلهم بيتحولوا لحجارة تاني. وتروح ليلي عشان تنقذ فرانك، وبتستخدم ورقة الشجرة اللي معاها عشان تفك لعنته. وفعلا لعنة فرانك بتتفك وبيرجع للحياة تاني. وبعدها بيلاقوا إن الشجرة لسه فيها ورقة كمان، وبياخدوها بيرجعوا بيها لندن. وماك بيحكي عن قصتهم ومغامرتهم لمجلس العلماء، وهما بيعرضوا عليه إن هو ينضم ليهم في المجلس، بس هو بيرفض، بيقول لهم إن كلهم أغبياء. وبعدها بيظهر فرانك مع ليلي في لندن ويكونوا عايشين مع بعض مبسوطين. وهنا بيخلص ملخص الفيلم. استنوا ملخصات تانية، ما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.